السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حلقة جديدة من قناة محمد خالد، والنهاردة بإذن الله هنتابع سلسلة هرتا برلين في الدوري الألماني. والنهاردة الماتش في الجولة العشرة ضد بوخوم، والهدف الأول عن طريق موريال في الدقيقة التاسعة. سيطرة من فريقنا فريق هرتا برلين، وفريق بوخوم فريق ضعيف مش قوي للدرجة دي. نستنى نشوف الشوط الثاني بعد نهاية الإعلان. نروح على الشوط الثاني مباشرة. سجال واضح بين الفريقين حتى الآن، والهدف الثاني عن طريق موريال أيضا في الدقيقة 69، وعلى ما أعتقد هينتهي الماتش. لا، هدف ثالث في الدقيقة 85، وينتهي الماتش 3-0 لفريق هرتا برلين. نروح نبص على ترتيب الدوري. فريقنا الآن في المركز الأول بفارق نقطتين فقط عن بايرن ليفركوزن، وكنا لعبنا مباراة ضد بايرن ليفركوزن وتعادلنا معاها 0-0. واحنا في المركز الثاني في صدارة الهدافين بعد أيضا بايرن ليفركوزن ب24 هدف، واحنا 18 هدف، ولكن احنا أقوى خط دفاع في الدوري مستقبلين هدفين بس بعد 9 مباريات. وقائمة المدربين احنا متصدرين أيضا، وقيمة الفريق احنا في المركز الخامس ب205 مليون بفارق 130 مليون عن فريق بروسيا دورتموند. وهنا عندنا حوالي 43 مليون. بروسيا دورتموند متصدرة، كنا لعبناها ماتش على ما أعتقد، كنا لعبنا فريق بروسيا ولا لأ، لعبنا فريق بروسيا تاني ماتش وكنا فزنا 2-0. لا، لعبنا بروسيا دورتموند تالت ماتش عفوا وفزنا 1-0. ده تاني ماتش، ده كان ضد بروسيا مونشنجلادباخ. نروح نشوف هدافين الدوري. هدافين الدوري موريال ب7 أهداف من 7 مباريات. تمريرات الأهداف رافينيا ب3 مباريات عمل 5، وورتز ب7 مباريات عمل 4 تمريرات. عندنا لاعب اللي هو النجومة 5 مباريات عمل 3 أسيست. أفضل لعيب عندنا موريال أيضا وديجوما. وعندنا اللاعب اللي هو رقم 13 عامل 3 أهداف وعامل تمريرة واحدة. وعلى تقييمات موريال 7.9 في المركز الثاني، هو اللاعب الوحيد من عندنا. متصدر ديابي من باير ليفركوزن بعد ما لعب 8 مباريات حط 5 أهداف وعمل تمريرتين. والسلالات احنا أكتر فريق ما تهزمش من 9 مباريات، أنا وباير ليفركوزن. والأهداف 18 زي ما قلت لكم في المركز الثاني، والأهداف اللي عليا هدفين بس. ومتصدر باير ليفركوزن الأهداف 24 وعليه 3 أهداف. نشوف مين علينا الماتش الجاي. علينا فريق فرانكفورت 120 مليون، فريق أقل مننا بكتير، نقدر نفوزه بسهولة وبخطة هجومية بحتة إن شاء الله. هبص على فريقي دنجوما وديبالا موريال، واللاعب عفوا النيجيري اللي قدامكم اسمه جوكو، وفليبس نص ملعب، كوزيتش وجيلتون، يوسف فوفانا وورنر وسويدبرغ. ده لاعب حلو خالص، لعب 5 مباريات حط 3 وصنع هدف، لاعب عنده 18 سنة. وأيضا لاعب وينر ده لاعب في الأصل لبايرن ميونخ واشتريته من قيمة الانتقالات، عنده 16 سنة فقط. زي ما انتوا شايفين بقى الفريق بتاعنا، ومركز في الفريق ده إن شاء الله على لعيبة صغيرة في السن. عندكم اللاعب الحارس ده روبرت سانشيز، لاعب اسبانيا برضه في كاس العالم، لاعب كويس خالص ولاعب برايتون الانجليزي. وهنا قد انتهى الفيديو، ارجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يأتي لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.